الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية أيها الأحبة، وآية صدحية تبنى سورة الحقاف. الله سبحانه وتعالى وحينو الشيغيا كوا الله رمي سبحانه وتعالى كدبنا توسنادي وجدك مستقيم كاكو توسنادي كوا يغا فلا خوف عليهم دشود عبسي ماهاني مستقبل كسوس سعدا كوا بقى هيا ماها ولا هم يحزنون كوا مرقى هيا ماها وحيلا صعدافي. أولئك أصحاب الجنة كوا يغا وحويه وأصحاب الجنة دويان وعددك جنة وصاحبك وخالدين فيها حال جنة نحن كوا رهيان جزاء بالمرين بما كانوا يعملون بسبب ما كانوا يعملون وحي شقيستين أي الله جل جلاله كاب المرنية. آية أيها الأحبة وآيات عظيمة ويان، ولهذا استقامة معناه دو وحويا التمسك بالدين كله والثبات عليه والدعوة إليه. إلهي دينتي سودان لغودك جل جلاله ووليبا وحويا مركل لغودك لغسقنا دا دين تايدا ومدنا الله غيارو تاسا وحا ليدا استقامة ليدا تدكي صالحين تها waxay ku tilmaameen istiqaamada waa luzuum sunnati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam sunnada xabiibkeena alayhi salatu wasalaam oo laazima weeyaan. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا إنك قل آمنت بالله ثم استقم ولله جل جلاله الرمي كدمنا توسنو أو جدك كتوسنو. ولهذا استقامة السلف ورحمة الله عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه استقامة مركو كهل هاي ألا تشرك بالله شيئا. إلهي جل جلاله إن أذن عدنا لو ذاكن عبادة سيودي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحو استقامة كالتفسيري أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروق روغان الثعالب. وأنا كنت أصنادبوي أمرك النهي قال جل جلاله وأيضا حقنا تونا أدو قال حنسير دوعري. عثمان رضي الله عنه استقامة وحو كالتفسيري الإخلاص العمل لله عملك الله جل جلاله لو دايك لي. علي رضي الله عنه استقامة بأنها أداء الفرائض. إلهي وحو نغفر رضي الله جل جلاله وسيد اللوغو تايولي. ولهذا حسن البصري رحمه الله تعالى وحو الاستقامة وكيد استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. إلهي مركي سبي كتو صنادين مركاسي وحو طاعة إلهي سبحانه وتعالى كعمل فلين معاصي إلهي جل جلاله وكديرادين. السلف الصالح ميل فوق بي غارسيين مجاهد رحمه الله تعالى سيداسو كل وحو استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله إلى إله جل جلاله ويكلا كل من وحوي كلمة داسي كتو صنادين وكدقين. ولهذا قرآن الكريم كأيها الأحبة إن بدن بال جل جلاله وكلمة دا قيمها بدن وكهن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بل سورة الفاتحة ووقت والبان أخرنه اهدنا الصراط المستقيم. الله وحد نقول سيسا شدك توصا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آياتها صدم كل وحوي وحينوسي عضين يا استقامة يا معناها يكفردو يا سيدي إلهي جل جلاله عدي سقر رميسة استقامنا لقهلو وحوي المسير كذا يا مقام كذا يوسر ريان. ولهذا أمر بالله نوسي سبحانه وتعالى فاستقم حبيبك عليه الصلاة والسلام بإله الخطابية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت لله نبينا عليه الصلاة والسلام حبيبك عليه الصلاة والسلام وحوي من ليلى سفيان بن عبد الله الثقفي وحكي قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه غيرك. وحديث هذا الرسول كلاه كلمة أنا عندنا ودين بعدي قل آمنت بالله ثم استقم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيها الأحبة وحلينا قدون إياه إله جل جلاله نعم كيسوي بدنيه إن كلمة مر والبان كدقنا آمنا بالله إلهي ما رميسنا سبحانه وتعالى كدبنا الاستقامة الله إيمانه سببته تاسا كل بانينا وجدك إله جل جلاله هداد كدقنا تودلبان ساخرية الدنيا الله جل جلاله حودي سنينا إنه نقدر كوي سجر رمي آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم ثم استقاموا على دينه. تاسن إلهي وديسين هذا والله أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة